تخيل لو الشخص اللي اخترع الحاجة اللي بتستخدمها كل يوم قرر يستسلم قبل ما يبدأ. تخيل لو الدكتور اللي هينقذ حياة حد بعد 10 سنين فقد الأمل وهو صغير. يمكن انت فاكر ان وجودك عادي، لكن الحقيقة انك لسه ما وصلتش للمكان اللي هتعرف فيه ليه انت موجود. احنا بنقيس نفسنا بالفلوس، بعدد اللايكات، بالنجاح السريع، لكن الحياة عمرها ما كانت كده. في ناس غيرت العالم وهي في 40 و50، وفي ناس كانت فاشلة سنين طويلة قبل أول نجاح. يمكن كلمة هتقولها في يوم تغير حياة شخص، يمكن مشروع هتبدأه يبقى سبب رزق لعشرات الناس، يمكن تكون أب أو أم يربوا طفل يغيروا العالم. انت مش محتاج تكون مشهور ولا غني ولا عبقري، كل اللي محتاجه انك ما تستسلمش، لأن العالم محتاج النسخة اللي لسه ما ظهرتش منك. يمكن أفضل أيام حياتك لسه ما جاتش، فلو النهاردة حاسس إنك ملكش قيمة، افتكر إن البذرة وهي تحت الأرض محدش شايفها، لكن ده مش معناه إن هي مش هتبقى شجرة. تحت الأرض في حياة، في جذور بتطلع وشجرة بتبدأ رحلتها. الناس فوق مش شايفة أي حاجة، ده مش معناه إن مفيش حاجة بتحصل. وانت كمان كده يمكن دلوقتي حاسس إنك واقف مكانك، لكن ممكن تكون في مرحلة بناء مش مرحلة فشل. كل تجربة صعبة، كل مرة اترفضت فيها، كل مرة حد قالك انك مش هتنجح، كانت بتجهزك لنسخة أقوى منك. اسأل نفسك كم شخص كان ناجح دلوقتي وفي يوم من الأيام كان حاسس انه فاشل؟ كم مشروع كبير بدأ بفكرة صغيرة؟ كم إنسان عظيم اتقال عليه انه مش هيعمل حاجة؟ كلهم كان عندهم نقطة مشتركة، انهم مكملوش عشان كانوا ضامنين النجاح، كملوا لانهم رفضوا يستسلموا. ممكن تكون رسالتك في الحياة مش انك تبقى مشهور، ممكن تكون سبب في تغيير حياة شخص واحد، وكلمة واحدة منك تمنع حد من انه يستسلم. قرار واحد يفتح باب رزق لعيلتك. احنا عمرنا ما بنعرف تأثيرنا الحقيقي وقت ما بنعيشه. وبعدين ليه بتقارن نفسك بحد بدأ قبلك بسنين؟ كل واحد ليه توقيته. في ناس نجحت وهي عندها 20 سنة، وفي ناس بدأت حياتها الحقيقية بعد 40. المهم انك ما تقفش، لان الزمن هيعدي في كل الأحوال. بعد 5 سنين يا اما هتبص لنفسك وتقول الحمد لله اني كملت، يا اما هتقول يا ريتني كنت بدأت. افتكر دايما العالم مش محتاج نسخة تانية من حد غيرك، العالم محتاج النسخة الحقيقية منك، النسخة اللي لسه بتحاول، النسخة اللي لسه بتقوم بعد كل سقوط، النسخة اللي لسه مؤمنة ان بكرة ممكن يكون احسن. فلو حسيت في يوم انك ملكش قيمة، افتكر ان في حاجات عظيمة جدا بدأت صغيرة وتسخر منها الناس، لكنها في الاخر غيرت العالم. يمكن انت كمان واحد من الحاجات دي. ما تستسلمش، لان العالم يحتاجك. Thank you for watching.